السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عائلة برنامج التيك توك. أنا كل يوم بكتشف إن التيك توك ده زي ما هو فيه موبقات وفيه حاجات لا تطاق ولا تحتمل وإنه مفسدة، بكتشف برضو إن هو فيه باب أو آه، ضوء بسيط كده خارج من مواربة باب يبعث على الأمل. يعني إحنا ممكن بإيدينا نخلي التيك توك ده حاجة إيجابية جدا ونخليه حاجة سيئة جدا. معذرة يعني في المقدمة دي، أنا دلوقتي بتكلم على الذي يحدث في مصر. امبارح كان اغتصاب الطفل ياسين، وما خفي كان أعظم في مدرسة الكرمة في البحيرة. النهاردة أو أول امبارح ياسين، امبارح الطفلة مريم في شبين القناطر، وتم الاعتداء عليها واغتصابها وهتك عرضها من غفير منزوع الضمير والرحمة، وأفقدها عذريتها. النهاردة واحد في مش عارف في انهي منطقة كده عنده كشك، ولقوا على التليفون بتاعه 52 فيديو لهتك عرض اطفال تحت تهديد ان هم سرقوا من الكشك بتاعه فلوس. ايه رأيكم؟ كل الجرائم دي اللغز بتاعها وحله في حاجة واحدة بس الدولة مش عايزة. ايه يا عم حسن؟ هقول لك بمنتهى البساطة: تعديل القوانين الجنائية الخاصة بهتك عرض تحت تهديد السلاح او هتك عرض عادي لأطفال او طفلات من اشخاص بالغين عاقلين رشد، بالاعدام شنقا، من السجن للاعدام شنقا دون النظر في اي شيء، وحكم الاعدام دون استئناف او نقض، ان يكون الحكم بات وقاطع. بس برضو عشان ما ناخدناش الحمية ونقع في الغلط، بعد اجراء التحقيقات وتمام المحاكمة بما يرضي الله، دون النظر الى عرق او دين او رتبة او وظيفة او اي حاجة. متهم بهتك عرض طفل او طفلة يتحاكم وياخد حكم نهائي من غير تفكير، ما فيهوش حد ادنى كذا وحد اقصى كذا، اعدام. ولولا ان ده يعني يعتبر هيبقى محرم دوليا، او يعتبر يحط مصر تحت طائلة القانون الدولي، كنت طالبت باعدامه في ميدان عام ليكون عبرة لمن لا يعتبر، حتى نوقف نزيف قتل الأطفال نفسيا ومعنويا وتدميرهم مدى الحياة. هقول لكم حاجة لطيفة قوي ما جاتش في دماغ حد، ولكن جات في دماغي أنا، فقررت إن أنا أطلع على التيك توك، لأن أنا بحاول جاهدا وإن شاء الله أقدر إن أنا أعمل ركن حتى ولو بسيط جدا في التيك توك، يبقى نضيف، يعني يبقى هادف، يبقى محترم. طلع علينا الأستاذ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعديل قانون الرياضة، وهيتعدل ليه؟ لأن الكابتن محمود الخطيب ما بينزلوش من زور، مش هضمه، فقال لك هنعدل قانون الرياضة ونلغي مدة ال8 سنين، نلغي قصة ان عضو او اعضاء مجلس الادارات او رؤسائها ان هم ادام عدوا 8 سنين في مناصبهم ما ينفعش يدخلوا انتخابات تاني. والموضوع ماشي زي سكينة في الزبدة، زي السكينة في الحلاوة، زي السكينة في الجبنة التلاجة، بمنتهى البساطة، وما لهاش اي مشاكل ولا اي معوقات، وهيمشي وبيحارب الدنيا كلها. انا عايز امشي الخطيب. فيا جماعه، يا جماعه الخير، بالعقل، بالله عليكم، بضمايركم، بعقولكم، هل وجود محمود الخطيب في الوسط الرياضي اخطر على المجتمع وعلى الدوله من وجود ذئاب بشريه ليس لها ضمير ولا لها اي شيء من الانسانيه تغتصب وتهتك عرض الأطفال والطفلات؟ أنهي فيهم اللي أصعب وأقوى؟ أنهي فيهم؟ تخيلوا كده، محمود الخطيب هذا اللاعب الأسطورة الخلوق المحترم، عشان ناجح في منظومة النادي الأهلي، عشان بيكشف كل ما هو فاسد
من وسط الرياضي ووزير الشباب نفسه عايزين يشيلوا، هنغير القانون. طب يا جماعة احنا بننادي بتغيير القانون، بننادي بتغيير القانون الخاص بهتك عرض واغتصاب الأطفال وتعديل العقاب بتاعها. ما بقاش فيه حبس، يبقى فيه إعدام، ولا يوجد في هذا الحكم لا استئناف ولا نقض، عشان نوقد دي جايه من الأطفال برضو، وقد البنات أيام ما قبل الإسلام. نوقد هذه الجرائم تماما. لن نجد واحد يستطيع انه يهتك عرض طفل او طفله او يغتصبهم تحت تهديد اي شيء، سلاح او معلومات او مش هيقدر. هيفكر بدل المره مليون مره، ازاي ما انا هتعدم؟ لا يا عم، الله الغني يا عم. اروح لو انا متجوز اركز مع مراتي، لو مش متجوز اروح اتجوز، اتصرف باي طريقه، لكن ما اهتكش عرض طفل او طفله واتقبض عليا، وبعدين اروح في كلبوش واتفضح انا وعيلتي واتعدم. لا يا عم، الله الغني. لكن محكمة ويتحبس سنة 2 10 25 زي الحيوان بتاع الطفل ياسين، وبعدين في استئناف، وبعدين في نقض، وبعدين في شغل ولعب تحت الترابيزة من الكنيسة ومن الحكومة ومن كل حتة، وهوب ممكن نلاقيه طلع براءة، هوب ممكن نلاقيه خد حكم مع إيقاف التنفيذ. حتى لو خد حكم بالسجن هوب نلاقيه ايه؟ اصل مريض وسنه كبير فهنقعده في المستشفى. يبقى ايه اللي حصل؟ فين العقوبة اللي وقعت عليه؟ العقوبة كلها وقعت على الطفل المجني عليه وعلى أسرته وعلى تاريخه وعلى نفسيته وعلى الحياة كلها. يا جماعة من فضلكم، من فضلكم، قانون الجنائي الخاص بهتك عرض طفل أو طفلة لابد من تعديله فورا، وما نستناش نقول بقى ايه، ناخد الخطوات القانونيه ان احنا نعدل في القانون وبعدين نعرضه على السلطات التشريعيه، وبعد كده ناخد موافقه بعد ما العرض على مجلس النواب، وبعد كده يصدر القانون وناخد مش عارف ايه وبتاع، يكون نص الاطفال ماتت تم هتك عرضها. يا جماعه بالله عليكم، بالله عليكم، النهارده طلع لنا خبر، امبارح طلع لنا خبر، والنهارده طلع لنا خبر، امبارح طلع لنا خبر ان وفاء ادوارد هذه الملعونه، هذه الملعونه في كل كتاب وفي كل دين طلع خبر ان هي هربت بره وراحت امريكا. النهارده طلع لنا خبر هذه الملعونه انها يعني هلكت، ماتت في 60 دقيقه لو كانت ماتت. هل ده صحيح؟ لا مش صحيح. ما هو زي ما بيقولوا انها ماتت، حلو قوي. يبقى الدكتور الطبيب الشرعي اللي كشف على ياسين وكتب التقرير بتاع ياسين دون يكشف على جثة هذه الملعونة المدعاة وفاء ادوارد، ويعمل اختبار دي ان ايه ويأكد ان الجثة الخاربة العفنة دي هي جثة وفاء ادوارد. لكن غير كده يبقى الكنيسة بتطرمخ، الكنيسة المطرانية بتاعة البحيرة بتطرمخ وبتطلع هذه الملعونة من القضية. لازم نتأكد الجلسة، المفروض جلسة المحكمة يوم 8/5 لابد أن تكون هذه الجلسة علنية، ونشوف في القفص وفاء ادوارد والدادة والمدرسة المسلمة اللي لا تعلم شيء عن الإسلام ولا لها علاقة بالإسلام من قريب أو من بعيد، وكل من عاون في قضية ياسين. يا جماعة احنا نقدر، الدولة تقدر، رئيس الجمهورية يقدر. القوانين ليست قرآن، القوانين ليست قرآن، سهل جدا تغييرها. زي ما تقدر تغير قانون الرياضة عشان تشيل محمود الخطيب، تزيحه من قدامك عشان تعبك وقرفك وكاشف ألاعيبك وفسادك، تقدر تغير القانون وتحول العقوبة لمغتصب الأطفال أو نمشيها مغتصب الأطفال للإعدام مباشر دون نقض أو إبرام. سلام عليكم.